يعني ايه حل المعادلات المثلثية؟ معناه هو ايجاد قياسات الزوايا المجهولة، زي ما كنت لسه قايل لكم المجاهيل، التي تنتمي للفترة المعطاة اللي هو ربع اول ربع تاني وهكذا، وتحقق المعادلة، يعني ايجاد المجهول. بس هنا لازم نتذكر شوية حاجات، لو نسيناها هنتعب قوي. ايه اللي هو ايه؟ تذكر الربع الاولاني من 0 ل 90، او من 0 لطه على 2، لان الطه كانها ب180 على 2 ب90. الربع التاني من 90 ل180 درجة، او من طه على 2 لطه. الربع التالت من 180 درجة ل270 درجة، او من طه ل3 طه على 2. اما الربع الرابع من 270 درجة الى 360 درجة، او 3 طه على 2 ل2 طه. وكده يبقى احنا لفينا دورة كاملة. كده يبقى احنا لفينا دورة كاملة. مع العلم يا جماعة، الاشارات بتاعت كل ده اللي ايه؟ كنا قلناها في كلمة جميلة قوي: كل جبار ظالم جاته داهية. كل جبار ظالم جاته داهية. يعني ايه؟ يعني الربع الاولاني كله موجب، كل الدوال ومقلوباتها موجبة. اما الربع التاني كلمة جبار يعني الجو مقلوبها، الجو والقتا بس اللي موجبين، واي حاجة تانية تقع في الربع التاني غيرهم تبقى سالبة. اما الربع التالت مع الكلمة التالتة ظالم، ظالم يبقى ظا، الظا ومقلوبها بس اللي موجبين، الظا والظا، غير كده في التالت تبقى سالبة. اما في الربع الرابع فجاء الكلمة الرابعة جاتو، اللي هي جتا، ومقلوبها قا، هم بس اللي موجبين في الرابع، غيرهم يبقى سالب. ايه ده شغل ترم اول. وده اللي احنا قايلينه: كل جبار ظالم جاته داهية. في حاجة بقى مهمة قوي يا جماعة، احنا دائما وابدا بنجيب زاوية الربع الاول حتى لو ما كانش طالبها. فالزاوية اذا كانت زاوية اللي تقع في الربع الاول سميناها اهي، قال لي يبقى الزاوية اللي تقع في الربع التاني لو عايز اجيبها يبقى 180 ناقص الهي. 180 ناقص الهي ده شغل ترم اول برضو. لو عايز في الربع التالت يبقى 180 زائد الهي، نزود عليها عشان نخش في التالت. لكن الربع الرابع 360 درجة ناقص الهي، يبقى الهي دي اللي هي ايه؟ الهي دي اللي هي زاوية الربع الاول، طلبها او ما طلبهاش هجيبها، لاني عن طريقها هجيب الباقي. يبقى زاوية الربع الاول لازم تتجاب يا جماعة، علشان سواء مطلوبة او مش مطلوبة هنجيب منها التاني والتالت والرابع. السؤال الاولاني بيقول: اذا كانت ه بتنتمي للفترة من 0 ل2 طه. ايه ده؟ يعني ايه من 0 ل2 طه؟ يعني فتح للاربع تربع، يعني معناها ان الحل يكون في اي ربع، فتحولي على البحري. الهي دي هتنتمي لاي ربع من الاربعة. عايز مجموعة الحل دي، بس طبعا احنا هنحدد دلوقتي. عايز مجموعة حل المعادلة 2 جتا ه زائد 1 بتساوي 0. يعني ايه عايز مجموعة الحل؟ يعني عايز قيمة اله، يبقى لازم نستفرد باله، بالجتا ه لوحديها. يا ترى يا هل ترى، ناخد كده بالترتيب بقى في البداية، بعد كده هسأل مش بالترتيب. ازاي استفرد بالجتا ه يا اسراء؟ كأنها معادلة عادية جدا جدا. هقول 2 جتا بتساوي -1 واقسم على 2. تمام، تبقى 2 جتا ه، منساش اله دي هي اصلا المطلوبة، هيساوي اطلع الواحد بعكس الاشارة، ده -1. ما استفردناش بالجتا، قالت لي يا مستر اقسم على الاتنين في الطرفين، يبقى هنا هنقسم على الاتنين وهنا هنقسم على الاتنين.
فتبقى الجتا اهي بتساوي سالب نص. اوه، استفردت بالجتا ادتني سالب نص. مهم قوي بقى، مش هجيب الناتج، لا 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 لا، الحقوا الحق يا اسراء، الجتا سالبة، الجتا سالبة. ايه ده؟ الجتا سالبة، جتا سالبة يا اسراء. يبقى انا شغال في الربع الكام والكام؟ في الربع التاني والتالت. برافو، لان اصلا الجتا موجبة في الربع الاول والرابع، يبقى انا مادام الجتا سالبة يبقى تقع في الربع التاني والتالت. بس على فكرة انا غصب عني يا اسراء، رغم ان هنا هي مش مطلوبة اهي، لازم اجيب زاوية الربع الاول، لازم لازم لازم. طب دي اعملها ازاي يا اسراء؟ ازاي اجيب قياس زاوية ايه؟ شيفت كوزاين للسالب نص. هنعمل يا جماعة شيفت كوزاين للسالب نص، يطلع كام؟ نص ولا سالب نص؟ سالب نص. ما انت احنا الاول نعملها نص عشان نجيب زاوية الربع الاول. شيفت كوزاين النص. ليه شيفت كوزاين؟ عشان اتخلص من الجتا. للتخلص من الجتا شيفت كوزاين. شيفت كوزاين النص تساوي كام؟ تطلع 60. بس 60 دي مش معايا في مجموعة الحل، دي بتاعت ربع الاول. هو انا عايز تاني وتالت، بس انا كنت لازم اجيبها عن طريقها، هجيب التاني والتالت. يلا زاوية الربع التاني. هتبقى 180 ناقص ايه؟ هتبقى 180 ناقص 60 ب120. برافو عليك، وفعلا اهي 120 دي ربع تاني. الله الله الله، ده بتاعت الربع التاني. طب لسه بتاعت الربع التالت. الربع التالت هتبقى 180 زائد هي، يعني 180 زائد 60 ب240. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ ايوه كده، برافو برافو برافو. ادينا 240 درجة، ودي ربع تالت. يبقى لاحظتوا يا جماعة، انا عايز التاني والتالت، بس غصب عن عيني جبت الربع الاول. الله، طب ليه مش هاخد زاوية الربع الاول؟ لان هي 60 دي جاية من موجب نص، لكن انا عايز اشتغل على سالب نص، يعني مش ربعها. اوعوا تنسوا بقى المهم حاجة، ده الراجل عايز مجموعة الحل. لازم اكتب له كده، اذا ميم ح تبقى ايه وايه يا اسراء؟ هتبقى 120 و240. ويا جماعة ما ننساش رمز الدرجة ولا قوس المجموعة، عشان بيتلكك عليهم في الامتحان، بننقص لما بننسى رمز الدرجة. صعبة. يبقى المسألة ماشية ايه؟ اول حاجة استفرد بالجا ولا الجتا ولا الحاجة اللي مدهاني، بعد كده اشوفها. اوجد مجموعة حل المعادلة دي. جذر 2 في قاه ناقص 2 تساوي 0، حيث على فكرة يا جماعة ده اله فاتحالي ايضا في ال4/4 من 0 ل360. بس هنا في حاجة صعبة علينا هتضايقنا. عمرو هيحلها لنا وهو شغال، هيظبطها لنا. ورينا يا عمرو، ورينا القوة.
أستاذ أول حاجة هودي الناحية التانية. صح جدا جدا جدا. يبقى بتساوي 2. بعد كده هقسم على جذر 2. اقسم على جذر 2. يبقى القاء هيساوي ايه؟ لا ما تقوليش وانا احمل نواتج، تقولي وتقولي نواتج كمان. يساوي 2 على جذر. في مشكلة جامدة اوي هنا يا عمرو. القاء بتساوي جتا، يبقى جتا هي بتساوي جذر 2 على 2. استاذ قال لي يا مستر ندر انا ما بحبش القاء، انا بحب مقلوبها. هنجيب القاء مقلوبها جتا اهي، فالجتا عشان احولها لجتا مش ببلاش، هي 2 على جذر 2. لا هنخليها جذر 2 على 2. ليه؟ عشان جبت المقلوب. ليه؟ عشان انا عايزها جا او جتا او ظا. لا برافو عليك يا عمرو. ايه ده؟ الجتا بقت موجبة. جتا هي بتساوي 45. لا طيب ما انت لازم تقولي تقع في انهي ربع. دي الجتا موجبة. ربع. ايوه كده. يبقى الاول المرة دي مطلوب، رغم ان انا كده كده هجيبه. هنعمل شيفت كوزين الجذر 2 على 2. تطلع قياس زاوية هي طلعت معاك كام؟ الربع الأول بيساوي 45. ودي أنا عايزها المرة دي، لكن المرة اللي فاتت كان لأ. كنت محتاجها بس عشان تفيدني للباقي. برافو. طب وبتاعة الرابع؟ والربع هيبقى 360 ناقص 45 115. ايه الجمال ده؟ وعلى فكرة يا جماعة احنا ممكن نتأكد، نجيب له 315 الجتا ونجيب له 45 الجتا، لازم ترجع تاني. ادي بتاعة الربع. تبقى مجموعة الحل في الحالة دي ايه؟ الحل بيساوي 45 و 315. برافو. المرة دي خدت بتاعة الربع الأول ليه يا أستاذ نادر؟ عشان هو معايا في الحل، لكن المرة اللي فاتت ما كانتش معايا في الحل. يبقى هنا نتعلم إن لما تجيلي قا أو القتا أو الزطا اللي هي المقلوبات ولا يخضني، هرجعها لجا وجتا وظا عن طريق إن أنا أقلبها وأقلب الكسر، وادي مجموعة الحل.